السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة قلوبكم طيبة. وصفة النهاردة وصفة سهلة سريعة جدا وكل الولاد بيحبوها والكبار كمان. بدل ما تجيبيها من بره، بالعكس انت تعمليها في البيت، ضامنه انت حاطه فيها ايه ومقاديرها ايه ومكوناتها ايه، وسهله وبسيطه وبجد طعمها تحفه تحفه تحفه. اول حاجه انت هتجيبي نص كيلو لحمه مفرومه او ربع او كيلو على حسب طبعا الكميه اللي انت عايزه تعمليها. وهتجيبي فول صويا من عند اي عطار، هتقولي له انا عايزه ب10 جنيه فول صويا. الفول الصويا ده بيتجاب، لا اما بتنقعيه لا اما بتطحنيه، بيبقى ناشف كده، بتطحنيه بيبقى بودر وتحطيه على الحاجه بتاعتك. انا مش ما طحنتوش وهو ناشف، انا نقعته تمام لان انا كنت عايزه اعمل بيه برجر وكفته. فانا عملت بيه البرجر زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. حطيت بقى على قد مقدار اللحمه بتاعتي الفول الصويا بعد ما هو متنقع، وكمان مع اللحمه، واديتهم فرمه كده في الكبه مع بعضيهم كده لحد ما بقى حاجه واحده، ما بقتش يعني اتنين خليط مع بعض، لا، بقت حاجه واحده لحمه مفرومه بس مش باين فيها اي فول صويا خالص. تمام. هو لما بيتنقع كده بينفش معاكي، بيبقى عامل زي العيش كده. تمام. المهم بعد ما حضرتك تحطي بقى التوابل بتاعتك، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، توابل لحمه، البهارات بقى بتاعتك، التشكيله بتاعتك تمام، جوز الطيب، سنه قرفه صغيره جدا، ورق لوري، وسيكه كده من الحبهان، وتوم باودر وبصل باودر. دي التوابل اللي انا حطيتها للبرجر بتاعي. تمام تمام. عشان اقدر ان انا اعمل الشكل بتاع البرجر، او عشان زي ما احنا بنجيبه من بره مثلا جاهز معانا او بنشوفه في المطاعم والكلام ده. اول حاجه هجهز الاكياس، هجيب اي اكياس تلاجة عاديه خالص، اللي عند القفله من تحت هتقصيها هتشيليها خالص. اصبح ان الكيس مفتوح معاكي من الجنب ده والجنب ده، هتيجي من الجناب اللي هي مقفوله اللي هي بالطول، وابدا ان انا افتح الجنب ده وافتح الجنب ده زي ما انتم شايفين كده. سهله وبسيطه كده، انا جهزت الاكياس بتاعه البرجر. طيب انا ما عنديش المكبس، هعمل ايه؟ هجيب اي غطا برطمان عندي زي الغطا الابيض اللي انا جايبه ده، غطا اساسا غويط ومش ينفع للبرجر، بس انا هقول لكم هعمل ايه، ده المتاح معايا وده اللي موجود معايا. فانا هجيب البرجر كده، او هجيب اللحمه بتاعتي وابتدي بقى ان انا احطها، احط الكيسه الاول وبعد كده احط عليها اللحمه. تمام. واحاول بقى اتني الكيس نصين واساوي براحتي على قد ما اقدر. سويت كده والدنيا معايا تمام تمام، هقفل الكيسه واروح مطلعاها من غطا البرطمان زي ما انتم شايفين معايا، يعني هو مش محتاج شرح. بصوا السمك بقول لكم لا، يعني السمك ده ما ينفعش ليه؟ لان دي لحمه مفرومه هتتحط على النار هتكش معاكي، فبص السمك عالي ازاي، ما بالك بقى ان انا لسه احطها وهتكش، هتطلع معايا كفته مدوره اساسا يعني مش هتنفع خالص. فانا هاخد بس شكل الدائري بتاع البرطمان، وهبتدي بقى ان انا اول ما اطلعه، ده بقولكوا هنا السمك المطلوب، اول ما هطلعه من غطا البرطمان هبتدي اضغط عليه بشكل دائري بالراحه 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 كده لحد ما اسويها، واعمل قرص مدور ورفيع، عشان لما احط على النار طبيعي ان هي هتكش وتمسك في نفسها، لان انا مش حاطه اي اضافات تانية غير هي لحمه وفول صويا بس على قد الكميه بتاعتي، ولا ضفت اي حاجه تاني. في ناس طبعا بتضيف اضافات تانية وحاجات تانية بتغير من طعمها اساسا، بس انا لا، بحب ان انا يعني اكل حاجه، يعني اللحمه طعم اللحمه يكون باين. تمام. دي تاني واحدة برضه عملتها بنفس الحكاية، بعد ما حطها في الغطا طلعتها وبدأت بقى ان انا اسويها كده بايدي لحد ما بططها كده وتبقى معايا السمك بتاعها رفيع. بعد كده ابتدي بقى ان انا اغلف الكيس كده داير ما يدور. بس كده شايفين زي بتاع بره بالظبط، انتوا كده عملت بتاعت البرجر بتاع الشركات. عمل معايا الكمية اللي انا كنت عايزاها 6 برجرات، انا عملت 6 برجرات زي ما انتوا شايفين، وكملت بقى الباقي كفتة. انا طبعا قناة الروتين هتلاقوا طبعا التقسيمات دي انا كنت بعمل ايه وشرحت لكم انا كنت بعمل ايه. طبعا كل شهر ببقى في تقسيمات بقى، فراخ، اسماك، لحوم، فاهمني؟ على حسب انا يعني آم، دنيتي كنت ماشيه ازاي. فالشهر ده كان اللحوم، فهو ده اللي انا عملته. ومسكت بقى البرجر وكفته والكلام ده، ان شاء الله باذن الله هتشوف الفيديو دوت كامل على قناه الروتين. تمام حبايب قلبي تمام. طيب انا هنا جبت لكم المقطع ان انا وانا بسوي البرجر عشان تشوفوا شكله. بصوا القرص بيبقى عامل ازاي، وبيتحول طبعا لما بيكش بيوصل للبرجر اللي احنا متعودين عليه اللي بنجيبه. عايزه اقول لكم ان ريحه البيت كانت كلها ريحتها تحفه، خيار بقى وفلفل وطماطم وكاتشب ومايونيز وجبنه رومي او جبنه شيدر، وابداي بقى احط كده ودلعي الساندوتش في كايزر. عايزه اقول لكم ان بجد كان طعمه خطير خطير خطير. في اسهل ولا ابسط من كده؟ ايه رايكم في الجمال؟ شايفين حلاوه طعمه؟
بصوا اللهم بارك، يعني بجد سندوتش يعني اللي بياخده فعلا بيشبع، وعاملاه في البيت وما تعبتيش فيه، وبالعكس يعني هتحسي نفسك ان انتي مبسوطة وموفرة كمان، يعني انتي وفرتي مهما كلفتي في الاكل بتاع بره وعملتيه في البيت بطريقه مكلفه وحطيتي فيه كل الاصناف، عمره ما هيكلف عليكي زي سندوتشات بره، وعمره ما هيكلف عليكي. ليه؟ لان حاجه بره سبحان الله تحس ان انتي ما بتشبعيش منها، يعني انتي ممكن تاخدي سندوتش من اللي في البيت، ربنا يعني ايه بيبارك في الحاجه وتحسي ان انتي اساسا شبعتي الحمد لله. بس فهنا بقى كنا خلاص قعدنا على الصينية وحطيت بقى الأكل، وهنا كان جوزي بيعمل السندوتشات بقى، شايفين الجمال. وهنا طبعا كان بيعمل على اختيار أولاد بقى عايزين، لا كان ايه ابني بقول له انا لا عايز فلفل ولا عايز خيار، انا عايز طماطم بس يا بابا، قال له خلاص ماشي. حط له بقى الكاتشب والمايونيز، وده كان شكل بقى اللحمة بقى او البرجر. بص شايفين جماله عامل ازاي، بجد تحفة. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا جدا. دي كانت وصفة النهاردة، يا رب تنال اعجابكم، اشوفكم على خير فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.